بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أحبتي وإخوتي أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله رب العرش العظيم أن تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة وظروف حسنة وإياكم. فضلا وليس أمرا، أعطونا اللايكات للفيديو وفعلوا الجرس بالاشتراك ووزعوه على الأصدقاء والأحباء ديالكم، مشكورين والله يجزيكم بخير. الجالية ديالنا المغربية في أوروبا وخاصة في فرنسا، هذه الكلمة لهم إن شاء الله. يعني فرنسا أصبحت تجاهر العداء للمملكة المغربية ولو بطرق ملتوية. فرنسا أصابها السعار من طرف المملكة المغربية لعدة أسباب جوهرية. فمن ناحية التوقيت، منذ اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالصحراء المغربية بمغربية الصحراء، أصاب فرنسا السعار. فرنسا، حتى نكون واقعيين وواضحين، هذا موقف الشارع المغربي أو الشعب المغربي. فرنسا دولة استعمارية استبدادية، كان لا إله ولا حتى، لا تريد للمغرب الخير بطبيعة الحال، لأن دولة المغرب دولة لها تاريخ ودولة لها حضارة شقت طريقها نحو النجاح ونحو التقدم والازدهار بفضل الله عز وجل. اللهم بارك في ذلك وزد في ذلك إن شاء الله. المغرب حقق عدة نجاحات كثير من الميادين، ذلك بتوفيق من الله عز وجل أولا، وبفضل حنكة ودهاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. النجاحات التي حققها المغرب في مشاركته في مونديال قطر فاقت كل التوقعات، وبالإضافة إلى المرتبة الرابعة ووصول أول دولة عربية وإفريقية لنصف النهائي، حقق إنجازات عظيمة وكبيرة بفضل الله ستبقى مخلدة في التاريخ. جلبت للمملكة تعاطف جميع الدول أو أغلبية الدول المعمور. قد شفنا نظرة إعجاب واحترام، فسمي المنتخب ديالنا بمنتخب الساجدين ومنتخب المرضيين. لحظات لا تنسى، ذلك فضل من الله يؤتيه من يشاء. والمغرب، يا ربي نحمد ونشكرك على النعم التي منحتها لنا يا رب العالمين، لئن شكرتم لأزيدنكم، وكل ذي نعمة محسود. هذا التعاطف وهذه المكانة التي علات من الشأن ديال المملكة المغربية بطبيعة الحال أقبلها الغرب، حتى نكونوا واضحين. الإنسان ما يديرش الكلام المنمق والزوين ما خفي أعظم. الغرب ما يبغيش، خاصة دولة نامية ودولة عربية ومسلمة أن تتقدم. منذ 3 سنوات الدكتور السليمي أشار إلى أن هناك المخابرات الألمانية، تقرير مخابراتي أوصى الدول الأوروبية بوقف تقدم المغرب حتى لا تكون تركيا إفريقيا، والمغرب سيشق طريقه نحو أهدافه المسطرة بحفظ الله وعونه، والله متم نوره ولو كره الكافر. قلنا عدة أسباب. الآن أوروبا في شخص خاصة فرنسا لا تريد الخير للمملكة. رأينا الموقف السلبي للاتحاد الأوروبي، ورأينا فرنسا تلعب على الوترين وعلى الحبلين. لحد الآن لم تعترف بمغربية الصحراء،
رغم ما قدمته المملكة من فرص واعدة وامتيازات كبيرة للمقاولات الفرنسية في المغرب. وما اتهامات ابننا البار سعد المجرد وابننا البار أشرف حكيمي إلا نموذج على ذلك. أنا قلت احنا كمسلمين الله أعلم، لا يعلم الغيب إلا الله، وما جرى لهذا اللاعبين لا يعلمه إلا الله عز وجل. إذا أخطأ أحدهما هذا خطأ بشري، الإنسان يعصي الله عز وجل ويتوب، لكن هؤلاء لا يفهمون هذا الشيء، هذه من أخلاق الدين. هذه ليست شهادة ولكن استنتاجات. قيل بأن، والعهدة على الراوي كما يقال، أن المغني كان في سعد المجرد كان ماسونيا تابع لنادي الماسونية، ولما خرج أو تاب ورجع إلى دينه وفصله وأصله انتقموا منه. بطبيعة حال فرنسا الصليبية حاقدة عليه. ونفس الشيء بالنسبة لأشرف حكيمي، الصورة العظيمة التي خلفها المغرب بغت تمحيه وتمسحه وتشوه المملكة وبزاف عليه. ولهذا كلمتي إلى الجالية تقوم بدورها والتصدي لهذا بطرق حضارية، يسولوا أهل القانون بطرق قانونية، يتواصلوا مع الإعلام، وبطبيعة الحال لها دور وممكن تنجح فيه بإذن الله. على الأقل يحسوا تحسيس أننا مغاربة موجودين وظهرنا ماشي قصير، وماشي حد قصير اللي جاي نكزو أبدا. هذه مملكة مغربية شريفة عظيمة، لا نسمح لأي كان أن يتآمر على بلدنا العزيز. هذه المملكة أمانة في عنق كل مغربي ومغربية، وهذا هو حب الوطن، وحب الوطن من الإيمان. ننتظر من جاليتنا الكثير والكثير، ونراهن عليكم إن شاء الله في التصدي للدسائس والمؤامرات، وإن اقتضى الحال حتى تقوم بوقفات احتجاجية بطرق حضارية بطبيعة الحال. احنا ما كنهيجوش ولا نحرضوا أبدا، ولكن لكم دور إن شاء الله تقومون به. اللهم وفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم احمي بلدنا وملكنا من كل شر وسوء ومكروه، ومن كل الدسائس والمكائد والمؤامرات يا رب آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.